اسمي ملاك من الجزائر. أبلغ من العمر 24 عاما فقط. إن قصتي هي أكثر قصة مرعبة ستستمعون لها. ثقوا في. لقد قضيت أكثر ليلة مرعبة في حياتي كلها رغم صغر سني، ولكني حقا ما زلت خائفة. بدأت الحكاية منذ 3 سنوات. كنت أدرس في معهد الإعلام الآلي بالجزائر. كان عمري 21 سنة في مايو 2015. كنت أقيم في داخلية، المدينة الجامعية، مسكن الطالبات المغتربات كما تسمونه أنتم، ولكنه عندنا بالجزائر اسمه داخلية البنات. كنت لا أخرج من الداخلية والسكن إلا إلى المعهد وللدروس فقط، لأن داخلية الأولاد كان بجانبا، وكنت أنا خجولة لا أحب الاختلاط بأحد. تغلق الداخلية أبوابها في تمام 8، ويغلق باب المعهد بابه في تمام 5. كانت الداخلية تقع داخل المعهد وفي منتصفه تقريبا. لا تعرفون ما يحدث ليلا بالداخلي، ولكن معظم طلاب الداخلية يعرفون عما أتكلم. إن أمور غريبة تحدث دوما في المدينة الجامعية ليلا. نسمع أصوات الأشياء والرياح الشديدة. تتحرك الأشياء من تلقاء نفسها. كنا نخاف من تلك الداخليه في البداية، ولكننا اعتدنا الأمر في النهاية. كنت أنا وصديقاتي بالسكن دائما مفزوعات خائفات. نسمع أصوات المياه وتوقفه مرة واحدة. أصوات كثيرة تصدر من الحمامات ليلا. كنا نرى قطة سوداء تمر في الطرقات والممرات بالمدينة بعيونها الحمراء. صدقوني، من منكم من الجزائر وأقام بالداخلية سيعرف عما أتحدث جيدا، فلم يسلم أحد من تلك الأشياء. كنا نخشى تلك الداخلية ونهابها، لن أنكر ذلك، فالكثير من القصص والحكايات تدار بالمكان عن الأشباح والقتلى الذين يظهرون ليلا ليقترعوا رؤوس الفتيات والأشباح الطائرة. يا الله، لا أريد أن أتحدث عن تلك الأمور. قبل أسبوع من تلك الليلة المشؤومة المرعبة حدثت مشاجرة قوية بين حارسة الداخلية ومع محاسبة المطعم. كانت مشاجرة كبيرة جدا. أخذنا نتفرج باستمتاع شديد. هكذا الفتيات يحبون مشاهدة الشجارات النسائية باستمتاع والتشجيع، وكأننا نشاهد مباراة كرة قدم. وقتها سمعنا محاسبة المطعم تهدد حارسة المدينة بأنها ستريها كيف ستنتقم منها وتعذبها لتكره اليوم الذي ولدت فيه. مر أسبوع على تلك المشاجرة. حدث ما حدث في صباح تلك الليلة. استيقظت الفتيات بالمدينة على صراخ وعويل لفتاة تدعى كنزة. وصرت الفتاة وسط صراخها الهستيري على مغادرة وترك المدينة الآن، وهي تردد بأن شيء سيء سيحدث اليوم، فلترحلوا وتحموا أنفسكم من الشيطان. حملت الفتاة أغراضها وغادرت المدينة بتوتر وخوف، وهي تردد كلام غريب عن شيء سيء سيحدث. وتناقلت الفتيات الكلام بأنها شعرت بأن شيء سيء سوف يحدث بالمدينة اليوم، فلقد رأت كابوس بشع. درست أنا في ذلك اليوم بتوتر. كنت خائفة. اتصلت بأمي. كنت أريد التحدث مع أحد ليطمئنني. كنت أشعر بالتوتر، لن أنكر، والقلق. وعدت إلى المدينة حوالي الساعة 4 وقتها. وجدت صديقتي سمية في الغرفة صامتة وتنظر بشرود إلى الأمام ودموعها تتساقط. سألتها بقلق: ماذا حدث؟ لمن أنت حزينة؟ ردت قائلة: لا شيء كنزة، أنا فقط منزعجة خائفة. وهنا سمعنا صراخ وعويل لفتاة أخرى من الخارج. خرجنا لنعرف ماذا يحدث، وكانت فتاة تدعى وفاء. كانت في هستيريا شديدة وتردد آيات قرآنية بصوت عالي، وهنا خافت كل فتيات وشعرنا بالتوتر والفزع. وقتها قررت الخروج أنا وزميلتي سمية بتوتر، وجلسنا أمام المدينة. وكأن صديقتي شعرت بشيء غريب وبأن هناك شيء سيء سوف يحدث الآن. يا للمصيبة، ماذا يحدث لي؟ أخبرتني صديقتي سمية بتوتر قائلة: ملاك، يجب أن نبقى هنا ولا ندخل المدينة الآن. رجاء، فهناك شيء سيء سيحدث. لا تجازفي صديقتي وصدقي، ما أقول أن الشر يحوتم حولنا. نظرت لها بخوف شديد ورعب. جلسنا بالخارج حتى 7، وكان وقت العشاء دائما تتوجه كل الطالبات إلى المطعم وتسبقنا الحارسة. نأخذ عشاءنا ونعود إلى المدينة من جديد، وبعدها تغلق أبواب المدينة في تمام 8 مساء. كنت أنا وزميلتي سمية بمفردنا بالخارج. قلت لها بإرهاق وجوع شديد: ادخلي، احضري صحون الطعام وأنا سوف أسبقك إلي المطعم يا صديقتي، فأنا حقا جائعة ومرهقة. ذهبت هي إلى المدينة وبقيت أنا وحيدة بالخارج قليلا، وبعدها ذهبت في طريقي إلي باب مطعم. وقبل أن أدخل الداخل امسكت سمية صديقتي بيدي بقوة تمنعني من دخول المطعم في تلك اللحظة، وهي تبكي بهستيريا قائلة: لا تدخلي ملاك، أرجوك، انتظري، شيء سيء سيحدث. أرجوك لا تدخلين الآن، رجاء، إن الشر يحوم بالمكان. وجذبتني من ذراعي بقوة للخارج.
كنت لا أفهم شيء مما تقول المعتوه، ولا أفهم ما يحدث وما تقول صديقتي، فأنا جائعة ومتوترة جدا. أخذت أهدئها وأجلستها، وفي تلك اللحظة مرت 3 فتيات من سكان المدينة واسمهن بدرة ومريم وبشرة، مروا علينا وكانوا متوجهين إلى المطعم لإحضار وجبة العشاء. في ذلك اليوم لم تدخل الحارسة كعادتها، تسبق الطالبات للمطعم لإحضار صحون الطعام حتى لا ترى المحاسبة هناك. وبينما أنا أمسك بيد سمية وأحاول تهدئتها وأسألها في ذهول: ماذا بك يا صديقتي؟ هل فقدت عقلك؟ كانت هي تنظر لباب المطعم وتنظر برعب شديد إلي. أرضية الدرج الذي أمامه كانت الأرضية مبللة. دخلت ال3 فتيات وأحضروا العشاء، ولم ندخل وقتها وعدنا إلى المدينة والسكن. يا ويلي، لا أعرف حقا ماذا حدث. كانت ليلة سوداء. انقلبت المدينة رأسا على عقب صراخ هستيري من كل مكان، فتيات تسقط على الأرض فاقدة الوعي، دموع وصراخ هستيري. لا أعرف ماذا أفعل. كان باب المدينة، اغلق أبوابه، فلقد تجاوزت 8. بدأت بالبكاء والعويل. كنت خائفة. كانت ال3 فتيات بدرة بشرة ومريم ساقطات على الأرض، والبنات من حولهن يصرخن بهستيريا. وقفت مجموعة من بنات المدينة تبكين وأخريات يدققن باب الحارسة لتفتح الباب. اتصلت الحارسة بحرس المدنية وأخبرتهم بما حدث للفتيات، وهي لا تعرف كيف تتصرف في تلك المصيبة. فتحت الحارسة الباب وخرجت كل الفتيات، ولكنني لم أخرج معهن. بقيت مع مريم لأنها كانت تدرس معي في نفس قسم. كنت أواسيها وأنا أبكي وأمسك يدها، وكانت هي فاقدة الوعي. بعدها جاء حرس المدنية ليحملوا الفتيات. لم يستطيعوا حملهن، كانت كل واحدة ثقيلة جدا في تلك اللحظة، ولا أحد يستطيع حملها. وهنا عرف أحد أعوان الحراس إن قضية إغماء الفتيات ليست مرض، بل هي بسبب مس أو جن. جاء مدير المعهد ورفض الرجل دخول المدينة، وأحضروا أمام مسجد، وجاءت الشرطة. خرجت كل الفتيات بالمدينة، وبقيت بشرة بدرة ومريم ملقيات على الأرض لا يتحركن، ولا أحد يستطيع حملهن. وجاء أمام المسجد الشيخ وبدأ يقرأ القرآن الكريم، وهنا عم الصمت المكان تماما. وهنا تكلمت بدرة بصوت مرعب مخيف، تذكر اسم محاسبة المطعم، وتقول بصوت رهيب عالي: البنت مسكينة، مرت غلط، لم تكن هي المقصودة. وتردد من جديد اسم المحاسبة: نوال. وترد مريم بصوت خشن مرعب مخيف وتقول: نوال محاسبة المطعم هي السبب في كل هذا. وهنا انهمرت أنا بالبكاء الشديد. تذكرت باب المطعم وكنت سوف أمر منه قبلهم، ولكن لولا صديقتي سميه، هي من منعتني في اللحظة الأخيرة. وبعدها أخذت الشرطة الفتيات إلى بيوتهن، وسارعن أهلهن في اليوم التالي إلى أخذهن إلى الشيوخ لرقيتهن من المس الذي أصابهن في تلك الليلة المشؤمة. نمت أنا خارج المدينة ممسكة في يد سمية تحت شجرة في ذهول، وأبكي بحرقة. في يوم التالي جاءت الشرطة وأخذوا نوال محاسبة المطعم إلي قسم الشرطة، وفصلت من العمل بسبب السحر، وتمت معاقبتها بالسجن بعد أن اعترفت نوال إنها رشت سحرا ورماد جثة عند باب المطعم لتمر الحارسة ويلبسها جن انتقاما منها لما فعلته معها، وبأنها كانت تقصد الحارسة بالسحر وليست الفتيات أبدا. أخذت ملابسي عند الصباح ولم أعد إلى هناك مرة أخرى منذ ذلك اليوم. لم أعد حتى إلى المعهد ولم أتخرج بعد، ولن أعود. أخبرتني سمية صديقتي إنها هي وعائلتها يحسون ويشعرون بطاقات سلبية، وأنها أحست أن هناك شيء ليس طبيعي أمام باب المطعم. حتى الآن ما زالت أتذكر تلك الليلة، ولدي رهبة من الأبواب، ولا أمر من باب إلا عندما أنظر أمامة جيدا قبل المرور، فلا أدري هل هناك رماد جثة ممتزج بماء مسحور مرشوش أمام الباب أم لا. هذه قصتي، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم منها.